واش عمرك سولتي راسك شي نهار منين جا الانسان؟ كيفاش قدر هذا المخلوق يتحكم في الارض كامله ويستوطن جميع اليابسه، بل انه ولا كيشكل تهديد مباشر لحياه جميع اصناف الحيوانات الاخرى؟ وعلاش الصنف ديالنا وحيد في هذا العالم؟ الا شفنا في الطبيعه كنلقاو الكلب والثعلب والديب مثلا كيتشابهوا في بزاف ديال الخصائص، وكنلقاو بالمقابل القطط والفهود والنمور حتى هي كتشابه في بزاف ديال الخاصيات. ولكن الانسان على عكس باقي الكائنات وحيد في الكره الارضيه وما عندوش الشبيه ديالو، بحال الا معزول على الطبيعه وما كينتميش ليها. فواش الانسان بصح معزول على الطبيعه؟ واش بصح الانسان عاش في كاع العصور وحيد، ولا كانوا حتى حنا عندنا خوتنا؟ هاد السؤال ديال اصل الانسان ماشي جديد، بل هو سؤال ازلي رافق الجنس ديالنا منذ بدايه الثوره المعرفيه، وحاولت مجموعه ديال الحضارات تجاوب عليه كلها وكيفاش كيبان لها. في الحضاره المصريه القديمه مثلا كانت كتعتبر ان اول انسان تخلق من الدموع ديال الاله رع، وهو اله ديال الشمس، فاش بكى تخلق من دموعه انسان. وفق هذه النظريه كان كيتعتبر الانسان جزء من الكون المقدس. اما في الحضاره اليونانيه فكانت كتدعي ان بروثميوس هو اللي شكل البشر من الطين ونفخ فيهم الحياه، وشفى العافيه من الالهه وعطاها للبشر باش يقدروا يتطوروا ويبتكروا. هاد القصه اللي كنلقاو جزء منها كاين حتى في الميثولوجيا الصينيه اللي تبنات ايضا فكره ان الانسان تخلق من طين وتنفخ فيه الحياه من طرف الاله نوا. وحتى في الديانات الابراهيميه اللي ايضا كتفترض ان اول انسان تخلق من طين وتنفخت فيه الروح. اما في الحضاره السومريه كانوا كيظنوا ان الانسان خلقته الالهه لينهورساج باش يخدموا الالهه في الارض، من بعد ما هاد الالهه عياو ما يبقاو خدامين في الارض. هاد النظريات كامله كتبين محاوله الانسان على مر العصور انه يجاوب على اسئله وجوديه حول الاصل ديالو. كل حضاره او ديانه كان عندها تفسير خاص لاصل الانسان، والتفسيرات كانت كتعكس المفاهيم الثقافيه اللي كانت في كل حضاره، في حين ان هاد الحضارات القديمه والديانات الكبرى عطاتنا تفسيرات اللي هي ميثولوجيه وغير مدعومه بادله حول اصل الانسان. ولكن العلم الحديث كيقدم لنا تفسير تطوري مبني على ادله علميه حول نشاه الانسان وتطوره. الا تمعنا شي شويه في الطبيعه غادي نلاحظوا ان كل حيوان كينتمي لشي صنف اللي جامع مجموعه ديال الحيوانات. فاذا شفتي القط اللي عندك في الدار غادي تلاحظ انه كيتشابه بشكل كبير في مجموعه من الخصائص مع النمور والاسود والقطط البريه والفهود وغيرهم من الحيوانات اللي كلهم داخلين في عائله وحده سميناها عائله القطط. حين ان القط بنفسه عنده مجموعه من الخوت، كتلقى قط سيامو، القط البريطاني، قط الماينكرو، ومجموعه اخرى من ديال القطط اللي هما خوت مع بعضياتهم ولكن ما كيتشابهوش. وإلا شفتي الكلب اللي عندك في الجردة غادي تلقاه حتى هو كيتشابه مع الثعالب والذئاب، وهادو حتى هما كيدخلوا في عائله ديال الكلاب. وحتى الكلب عنده خوتو، فكتلقى السلوغي، كتلقى دوبرمان، البيرجي، كانيش. وبنفس الطريقه على جميع الكائنات اللي كاينه في الكره الارضيه كتلقى ديما عندها واحد العائله اللي جامعاها. العائله ديال الدبابه كتلقى فيها الدب البني، الدب القطبي، الدب الاسود. وعائله ديال الفياله كتلقى فيها الباموس، كتلقى فيها الفياله. ولكن علاش الانسان استثناء في الطبيعه وما عندوش خوتو ولا اشباه ديالو؟ هذه هي الفكره اللي عاش بها الانسان الحديث، حيت غير هذه 10,000 سنه الاخرى كنا عايشين بوحدنا. ولكن اسمح لي نصدمك ان الانسان حتى هو عنده خوتو ديالو كيتسموا هومو. والانسان اللي كتشوفو دابا واللي حتى هو انت اللي كتفرج في هذا الفيديو ما هو الا النوع من هاد الخوت وكيتسمى هومو سابيان. هومو سابيان هو النوع البشري الوحيد اللي باقي اليوم، ولكن في الحقيقه ما كانش ديما وحيد. قبل غير مئات الآلاف من السنين كانت مجموعة متنوعة من الأنواع البشرية اللي عاشت معنا في نفس الوقت. ومن بين هاد الأنواع كاين نياندرتال اللي عاش في أوروبا وآسيا خلال العصر الجليدي، تقريبا ما بين 400 ألف و 40 ألف سنة دازت. نياندرتال كانوا استعملوا أدوات حجرية متطورة. الأدوات ديالهم كانت الفؤوس والأدوات الحادة اللي كانوا كيستعملوها باش يصيدوا الماكلة. نياندرتال كانوا صيادين وكانوا جامعين، كانوا كيصيدوا الحيوانات الكبيرة بحال الماموت والغزلان، وكيجمعوا النباتات والفواكه. التحليل ديال البقايا الغذائيه ديالهم كيبين انهم كانوا كياكلوا مجموعه متنوعه من الماكله. وكاينه ادله كتقول ان النياندرتال كانوا عايشين في مجموعات اجتماعيه وكانوا كيعتنيوا ببعضهم البعض، بحيث لقاو علامات على الرعايه الصحيه بحال العنايه بالمرضى ديالهم والجرحى. النياندرتال ما كانش الصنف الوحيد اللي كيتشارك معنا الصفات البشريه، بل كانوا عندنا خوت من انواع بشريه عديده اللي عاشت في نفس الفتره الزمنيه في الارض. احد هذه الانواع الاخرى هو الهومو إيريكتوس، وهو نوع من البشر اللي عاش لمدة طويلة من الزمن، بحيث أن السلالة ديالو بقات عايشة من 1.9 مليون سنة حتى لهذه 110,000 سنة دازت. أي أن الصنف ديالهم قدر يتوالد ويبقى مستوطن في الأرض لمدة 1,800,000 سنة. وهذا في الواقع رقم كبير اللي حتى الإنسان اللي من الصنف ديالنا أي الهومو سابين احتمال ضعيف أنه يوصل هذا الرقم. ملي عرفنا دابا بلي حتى حنا كنتاميو الخوت بحالنا بحال باقي الكائنات الحية، السؤال المطروح هو علاش كاين هذا التقسيم؟
علاش كل حيوان عنده الاشباه ديالو في الطبيعه وعنده خوته؟ باش نقدروا نجاوبوا على هذا السؤال خاصنا نحاولوا نرجعوا للاصل ديال كل حيوان، وغادي نكتشفوا ان جميع الحيوانات اللي داخله في نفس الصنف جايه من حيوان جد واحد. بحال مثلا من القط اللي عندك في الدار حتى النمر والفهد والاسد اللي كاينين في الغابه، اي جميع الحيوانات اللي داخلين في العائله ديال القطط كلهم ولاد جد واحد، حيوان عاش قبل 25 مليون سنه. وبنفس الطريقه حتى الصنف ديالنا كينتمي لعائله جايه من حيوان جد مشترك، وهذه العائله كتسمى القردة العليا. واقرب حيوان لنا في هذه العائله هو الشمبانزي والغوريلا. قبل غير هذه 6 مليون سنه دازت، واحد الحيوان غادي يولد جوج ديال الكائنات، واحد فيهم هو الجد ديال كاع الشمبانزي اللي كاين في العالم، والاخر هو الجد ديالنا.